قرار بشار الأسد يهين الجيش. قيصر يعود لصعق نظام سوريا. ضربات وغارات وسط اللاذقية. مساع تركية قطرية لبناء جسم سياسي جديد المعارضة السورية. إدارة هجرة اسطنبول إنذار أخير للسوريين أصحاب الكملك و4 استثناءات. انتقد الإعلامي الموالي للنظام كنان وقاف نظام الأسد الذي يتكرم على عائلات قتله بهدايا تثير سخرية السوريين بتصرفاته المهينة لهم. انتقادات وقاف جاءت عقب قيام نظام الأسد بتوزيع صناديق تحوى ترابا ومزروعات من عدة أصناف أبرزها البصل والثوم والجرجير. وأشار الإعلامي الموالي أن هذه الصناديق هدية النظام لأسر من قدم روحه فداء للوطن، متجاهلا أنهم ذهبوا كرما لكرسي الأسد. وكتب وقاف منشورا على صفحته بالفيسبوك رصدته الوسيلة مرفقا بعدة صور لعملية توزيع تلك الهدايا المكرمة على العائلات. وقال وقاف مستهزئا من عملية توزيع تلك الصناديق التي تعد إهانة لأسر قتل النظام السوري، وقال فش منتهى العهر توزيع 100 فلين تراب لذوي الشهداء في حماة. وأضاف وقاف بس مزروع بالفلينة بصل ثم جرجير لا تعليق لأنه لا كلمات تصف. ولقى منشور وقاف استياء كبيرا من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه غير لائق بموالي الأسد. واعتبر متابعون أن النظام يتبع أسلوب قلة الأدب مع شعبه الذي يتاجر بدماء أبنائه. وقال متابع دولة قليلة أدب وبلا أخلاق، هالتراب في دماء شهداؤنا يتاجرون بها ليبقوا على كراسيهم لعنهم الله. وعلق آخرون ساخرين من نظام الأسد الذي وزع التراب على الأهالي طالبين تجميع الفوارغ من الفلينات تحت طائلة الغرامة أو الحبس. وقالت متابعة أخرى إن هذه الحكومة بالفعل لا تستحي، تق العرق على الخالص. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين بنظام الأسد وإيران. وقال بلينكن فرضنا عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية وسورية لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف بعض المدرجين في قائمة العقوبات كانوا مسؤولين عن عمليات قتل واحتجاز تعسفي وأردف. واشنطن ملتزمة بتعزيز مسألة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في 17 من حزيران يونيو من العام الماضي عقوبات اقتصادية موجب قانون قيصر على النظام السوري وكل من يدعمه. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت في الآونة الأخيرة تتعمد اتباع نهج متساهل مع بشار الأسد ونظامه، حيث أنه سمح لمصر والأردن بنقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا بالرغم من عقوبات قيصر. نشرت صحيفة نيوز ويك تقريرا مطولا تحدثت فيه عن تزامن زيارة وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد إلى إيران مع الضربة الجوية الإسرائيلية على ميناء اللاذقية. وقالت الصحيفة ظهرت تقارير في وقت مبكر بالتوقيت المحلي عن انفجارات سمعت بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية. وبدأت وسائل الإعلام المحلية التابعة للنظام السوري في بث أدلة على غارة جوية إسرائيلية استهدفت ميناء اللاذقية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل لم تصدر أي تعليق رسمي حول هذه الضربات، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي قال لها إنه لا يرد على التقارير الأجنبية. وأضافت وتأتي هذه الضربات فيما كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران في زيارة تستغرق يومين تزامنت مع زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الإيرانية. يشار إلى أن الدول المطبعة مع إسرائيل وهي مصر والإمارات والأردن والبحرين تقود مجهودات كبيرة لإعادة تأهيل بشار الأسد ونظامه عربيا ودوليا بحجة إبعاده عن المحور الإيراني. يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز أكدت في تقرير نشرته مؤخرا أن تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد لن يفضي إلى طرد إيران من سوريا. كشف مراقبون مهتمون بشأن سوريا عن وجود مجهودات قطرية تركية لبناء كيان سياسي جديد للمعارضة السورية. واعتبر المراقبون أن لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو برئيس الوزراء السوري المنشق عن نظام الأسد رياض حجاب في الدوحة دليلا على وجود مجهودات قطرية تركية لإعادة هيكلة المعارضة السورية.
وأشار المراقبون بحسب موقع الشرق الأوسط إلى أن رياض حجاب يحظى بمكانة سياسية جيدة وله علاقات دولية واسعة. وذكرت الصحيفة أن حالة الجمود السياسية التي أصابت المعارضة السورية قد تدفع بقطر وتركيا إلى اتخاذ إجراءات لبناء جسم سياسي جديد يكسر حالة الجمود. وأعلن أوغلو على حسابه منصة تويتر أنه التقى برئيس الوزراء المنشق عن النظام السوري رياض حجاب في الدوحة. وقال أوغلو: تبادلت وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سوريا مع رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب في الدوحة. وتأتي هذه المبادرة القطرية التركية بخصوص الملف السوري في ظل قيادة بعض الدول العربية مجهودات لتعويم نظام الأسد وإعادته لجامعة الدول العربية. أعلن منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا أن إدارة هجرة إسطنبول عقدت لقاء موسعا لعدد من المؤسسات السورية الفاعلة في ولاية إسطنبول لمناقشة تسجيل عناوين اللاجئين السوريين حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك. وبحسب بيان نشره المنبر على صفحته في فيسبوك، فقد أكد رئيس هجرة إسطنبول إبريم إياليسون أنه سيتم التحقيق الأمني من وجود الأشخاص في العناوين المسجلة في النفوس في جميع أنحاء تركيا. وقال رئيس الهجرة إنه على الأشخاص أصحاب الحماية المؤقتة الذين يحملون كملك خارج اسطنبول ويقيمون في اسطنبول العودة لولاياتهم، وفي حال لم تتم عودتهم ستقوم إدارة الهجرة بإرسال إنذار لهم، وفي حال عدم تثبيت عنوانهم الحقيقي في ولايتهم ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجديد بطاقة الحماية وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة. وأضاف: أما بالنسبة للأشخاص أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة في اسطنبول ولم يقوموا بتثبيت سكنهم عليهم الإسراع في تثبيت سكنهم، وفي حال لم يتم التجاوب سيتم إرسال إنذار عبر رسائل SMS، وفي حال عدم التجاوب ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجديد بطاقة الحماية وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة. وتابع: من انتقل لعنوان جديد في اسطنبول فعليه الإسراع في تثبيت عنوانه الجديد في النفوس، علما أنه بإمكان أي شخص التأكد من عنوانه عبر موقع إدويلت، ويكفي تثبيت العنوان في النفوس ولا حاجة لتثبيت العنوان في إدارة الهجرة. وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين في اسطنبول ولا يوجد لديهم بطاقة حماية بإمكانهم الذهاب لمركز إدارة الهجرة في منطقة توزالة واختيار ولاية من أجل استخراج البطاقة لهم من الولايات المتاحة. وأشار إلى أنه بالنسبة لأصحاب الحماية المؤقتة المبطلة الموجودة في اسطنبول بإمكانهم استخراج البطاقة لمرة واحدة فقط عبر زيارتهم لمركز إدارة الهجرة في توزالة ويقومون باختيار ولاية ضمن الولايات المتاحة. أما بالنسبة لباقي الولايات عليهم مراجعة إدارة الهجرة التي تقوم بدراسة الحالة واستخراج الكملك ضمن الولاية أو تقوم بتحويل الشخص لولاية أخرى متاحة. وذكر البيان أن شروط تقييم الشخص صاحب الكملك المبطل تكون ضمن الشروط التالية: مسجل في الجامعة، لديه أقارب من الدرجة الأولى مقيمون في الولاية، أب أو أم، زوجة وأطفال ومقيدون في الولاية. أما بالنسبة لمن في اسطنبول من الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة خارج اسطنبول فلديهم 4 استثناءات للنقل. الأولى أن الحاصل على إذن العمل، حيث يحق لأي شخص حصل على إذن العمل التقديم على طلب النقل بعد حصوله على الإذن ب90 يوما.